السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. صلوا كده على النبي يا جماعة. بنتي الصغيرة بتقول صلوا على النبي. والفيديو بتاعنا النهاردة هعمل فيه شوية كبدة كده اسكندراني حلوين هيعجبوكم، وشوية رز كده حلوين برضو. ما تنسوش اللايك يا جماعة والاشتراك في القناة. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. انا حطيت الحلة كده وحطيت الطاسة وحطيت كمان حلة فيها مية عشان الرز. انا بحب المية تغلي وكده. حطيت الحلة وحبة سمن فيها، والطاسة برضو حبة سمن فيها. في الحلة حطيت حبة رز عشان احمرهم وكده وكل شوية اقلب الرز واروح الجنب التاني اقطع في البصل عشان خاطر السمنة قربت تتقدح وكده. بس وخلصت البصل اهو قطعته، وكل شوية اقلب في الرز والبصل لغاية ما الرز يتحمر والبصل برضو ياخد لون كده بسيط. والله انا عندي بنتي الكبيرة ما كانتش بتحب الكبدة خالص، دقيتها بالطريقة دي بصراحة كلتها الحمد لله، يعني ان هي كلت الكبدة. بس الرز عندي اتحمر كده، وحطيت كمية الرز الباقية. عندكم في القاهرة انتوا متهيألي ما بتحمروش الرز، متهيألي يعني، وفي ناس كتيرة بتحمره بس مش عارفة، يعني اغلبيتكم بتعملوا الرز بالشعرية. عندنا في الصعيد لا عادي، يعني الرز كده محمر وكده، ده ريحته بتجيب اخر الدنيا. المهم بقلب في الرز كده شوية، وبحط مكعب من المرقة وحبة ملح، واقعد اقلب فيهم كده شوية عشان خاطر يسخنوا الرز، يعني يسخن وكده عشان خاطر المية المغلية تنزل عليه يشرب بسرعة ويستوي من غير ما الحباية بتاعته كده تبقى مش مستوية وتبقى مش حلوة. يعني كنت في الاول بعمل الرز بمية ساقعة او بشوربة ساقعة، ولكن ما كانش بيجيب معايا نتيجة احسن من المية السخنة. المية السخنة حلوة او الشوربة السخنة حلوة برضو. وبعدين يعني انا مش هعلمكم، يعني ده انتوا عارفين يعني كل حاجة واساتذة في المطبخ يعني، بس انا بحب اشارككم يومي و... واللي تقوم كده ما عملتش مثلا اي حاجة في الشقة اكل لولادها، تقوم بقى تتشجع وتتحمس وتعمل كده. بس بدأت كده غطيت على الرز، وبعدين بدأت في البصل اقعد اقلب فيه بقى شوية، وبعدين احط الكبدة قدامكم دلوقتي. انا جايبة الكبدة متقطعة مكعبات، والبصل برضو يعني مكعبات وكده ماشي. ودلوقتي حطيت الكبده قدامكم، ولكن الكاميرا كانت فاصله ما جبتش وانا بحط الكبده وكده. اقلب فيها واشوح كده شويه كتار، واحط حبه فلفل اسود والبهارات بتاعتي طبعا 7 بهارات، والملح والمرقه، ما اقدرش استغنى عن المرقه يا جماعه، ما اعرفش ليه. حطيت حبه فلفل شويه كتار كده محترمين. الكبده انا بحب فيها الفلفل الاسود كتير بصراحه. والبهارات برضه هحطها حبة من البهارات وكده والملح والفلفل، وكمان قصدي المرقة. بس هحط لها سنة مية او معلش الصوت قطع فجأة. قلت لكم احط لها حبة بهارات، واحط لها معلقتين من المية، معلقتين بس مش هكتر، لاني هحط قطعت 3 طماطمات كده واحطهم على الكبدة. يعني لو كان عندي فلفل رومي انا كنت حطيت، ولكن انا عندي فلفل اللي هو الحراق ده القرون دي ماشي. ما حطيتش طبعا، لان الفلفل اللي عندي شطة مولع بصراحة، يعني انا بحطها على السلطة وباكلها، انا العيال ما بتاكلهاش عندي خالص. فطبعا عشان ما بوظش الاكل وهم ما ياكلوش منها، هنستبعد خالص عن الفلفل الاخضر دوت، لو رومي عادي. كل ما احط حاجه في الطاسه او على الكبده لازم اقلبها كده او اديها تشويحه كده حلوه، وبعدين غطيتها وسبتها مع نفسها. الكبده ما بتاخدش وقت اساسا.
نيجي للمانجا اللي كنا مفرزينها في الفيديو اللي فات او اللي قبل اللي فات متهيألي يعني. ماشي. اللي الرمان دوت انا جبته بصراحة، هو كان حلو، كان فيه محلي ولون مفيش، وكان فيه لونه احمر ومزز كده او زاقع. انا مش بحب اصلا الرمان، انا ما بحبوش خالص، العيال عندي هما اللي بيحبوه. المهم انا طلعت منجتين من الفريزر اللي كنت مفرزاهم معاكم، وانا ما عملتش حاجه يعني. هي المانجا بجيبها امسحها كده بمنديل ولا حاجه، وبعدين احطها في الفريزر بس. طلعتها يا جماعه احنا بنقول بنخزن لرمضان، احنا مش بتوع تخزين مانجا. المانجا بنجيبها بنحطها في الفريزر، بنفضل نطلع منها منجتين 3 على حسب اللي لما احتاج يعني وكده بس بصراحه يعني هجيب كميه تانية وهشيلها تاني في الفريزر. بس بدأت اقطعها، كانت متلجة مع اني كنت حطاها في المية وكده، قطعتها معاكم اهو. وبعدين اجيب شوية مية، انا جبت مية من الحنفية صراحة عشان هي متلجة بس. وبدأت احطها في الخلاط وزي ما انتوا عارفين يعني وكده. بس احط لها كمية السكر المطلوبة، وبعدين هضربها في الخلاط. للاسف الكاميرا جابتش وانا بصفي المانجا وكده، بس طبعا يعني مش افتكاسة يعني، انا كنت بصفيها عادي يعني. يلا يا جماعة، اللي لسه ما حطش لايك يحط لايك، امانة عليكم يعني. انا بحبكم قوي، ولازم تحبوني وتحطوا لي اللايك بتاعكم الجميل ده، بيفرح والله العظيم، بفرح وببقى سعيدة جدا باللايك دوت او المشاهدات. انا بفرح جدا لما بشوف كده والله، بحس ان في اخواتي في ظهري يعني بيشجعوني باللايك بكومنت حلو. والله يا جماعة المانجا لما بخزنها بالطريقة دي ما بتغيرش طعمها ابدا ابدا، ولا طعم ولا لون بصراحة، بتفضل زي ما هي كأني جايباها فريش. احلى طريقة دي، احلى طريقة تخزنوا بها المانجا. بس انا عندي الخلاط كده ترتش على درق الخلاط، ترتش على الخلاط بصراحة. انا مش بستحمل على الخلاط حاجة، لازم امسحها اول باول. حتى بنتي بتقول لك اهو. المانجا لما طلعت جديد يعني، لما كانت طالعة يعني لسه جديد وكده، او مش طالعة جديد يا جماعة يعني، كان في اول بدايتها او اول موسمها ما كانتش حلوة خالص، كانت طعمها مش المانجا اللي احنا متعودين عليها يعني وكده. كنت بحط معاها كيس عصير فروت مانجا وكان بيظبط معايا الطعم. دلوقتي المانجا ظبطت خالص طعمها ولونها وكل حاجة. بس ويا رب تعجبكم. اتفضلوا معانا بقى. عملت شوية سلطة انما ما يستاهلوش غير بقكم. في الاكلة دي بالذات، او الكفتة او الحواوشي وكده يعني، كبدة او كفتة او حواوشي او سجق، بحب اعمل معاها السلطة دي. بقطع السلطة كده ترنشات او صوابع زي ما انتوا شايفينها كده، وبعمل لها دقة حلوة. بجيب 3 فصوص توم بس مش اكتر، عشان ما تبقاش كلها توم او حرقة من التوم وكده. وبقطع كده قطعتين من البصل مش اكتر يعني، هي نص بصلاية وما كملتهاش كمان بس. ولو كان عندي خيار انا كنت حطيت بصراحة. العيال مش مخلين الخيار خالص، الخيار او الجزر والحاجات دي بياكلوها على طول. بس المهم انا هجيب الهون دلوقتي، انا بحب ادق التوم في الهون يا جماعة، مش عارفة ليه. بس هم 3 فصوص توم مش اكتر. وجبت قرن فلفل هاخد نص بس، واحطه مع الثوم وانا بدقه، واحط حبة ملح كده، وعصرت ليمونة زي ما انتوا شفتوا، واحط حبة مية كده بسيطة، وحبة شطة كمان، بيدي الشطة بتديها لون حلو وطعم كمان. بس السلطة دي اقسم بالله من احلى السلطات اللي انا بحبها. اصلا ما باكلش السلطة، بس باكل السلطة دي بس جربوها مع الاكل اللي انا بعمله يعني دوت، مثلا الكبده او السجق والكلام ده هيعجبكم خالص اهو. انا للاسف ما جابش الهون وانا بدقه، لقيت الكاميرا فاصله، بتعمل معايا حوار الكاميرا دي مش عارفه ليه، كل شويه تفصل. المهم يعني ما علينا.
انا حطيت في الهون فصين توم او 3 ونص قرن الفلفل، وايه تاني يا ربي، وحبة ملح، ودقتهم. وبعدين جبت شوية مية عادي، وبعدين حطيتهم مع عصرة ليمون، وبعدين رشيتها على الطماطم كده زي ما انتوا شفتوا. طلعت احلى طماطم او احلى سلطة. بس انا بنحب المية بتاعت الطماطم، او اللي هي بتبقى نازلة منها دي المية، بنحب نحطها على الرز وكده بتبقى طعمها حلو. ايه رأيكم في الكبدة؟ والله كانت تحفة، والبصل كان مسكرها كده. وعملت انا كان نفسي اعمل والله حبة رز ابيض مع الاكلة دي، ولكن كنا واكلين يعني الرز الابيض دوت من كام يوم، فقلت لا العيال ممكن يزهقوا ما ياكلوش. اهو ايه رايكم في الاكل؟ يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم النهارده، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه يا حبايب قلبي، بحبكم في الله. سلام.